أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتي. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا ربي. اليوم جيتكم بحلقة عنوانها دبارة رمضان، باش نعطيكم دبارة متكاملة باش تسهل عليكم وتعطيكم شوية أفكار. وما تنسيوش باش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتبارتاجيوا الفيديو هذايا مع أصحابكم كان عجبكم. ويلا توا اللي يحب على المنيو هذايا يتبعني الكوجينة. نبداو بسم الله بالشوربة. طريقتي هذه صحية وما نبدلهاش وديما تجيني بنينة تعمل الكيف. ناخذ ماء يغلي، نحط شوية زيت، شطر بصلة صغيرة مقصوصة، مغرفة صغيرة طماطم، كلافس، كركم، ملح وفلفل أكحل، كاسة شيش صغير، وخليتها تغلي بالكدا. انا باش نعملها بالكروفيت، دونك في الكروفيت نحطوه في الاخر بكل خاطر ما ياخذش غلوه. صبيت الكروفيت وحطيت مغرفه كبار وطفيت عليها. نتعداو توا السلطه مشويه. بالنسبه لي سلطه مشويه راهي فلفل وثوم اكا هاو كيما تعملها امي، ونحبها بنينه برشا من غير طماطم. دونك شويت هيك الفلفل في الاير فراير، حطيته في ساشي حتى لين نعرف باش القشره نتاعو تتنحاني فاسيلمون. بعد هرسته في المهريسه، نحبه مهرس خاطر باش يجيني ماهوش مرحي برشا. كيف الثوم هرسته في المهريس مع الكرويه وخلطتهم، وزدت نكته ملح، حطيتهم في صحيفات صغار، شويه زيت زيتونه وكعبتين زيتون للتزيين. نتعداو توا للبلا برانسيبال باش نعمل روز ازعر بالدجاج وبالفاكهه. اول حاجه نفخت هيك الروز البسمتي هذاك في ماء سخون باش ينحي نشا. خذيت كاسرونه، حطيت زيت زيتونه، بصله كبيره مقصوصه، وقليت هيك الروز في شويه ملح، فلفل اكحل وبرشا كركم، وصبيت عليهم زوز كيسان ماء يغلي، معناها كاس روز عليهم زوز كيسان ماء يغلي، وغطيته ونقصت في الغاز. بالنسبة للدجاج اللي مع الروز، خذيت نص دجاجة روتي هيك اللي حضرتهم أنا في تحضيرات رمضان، جست حطيتها في الإير فراير من مود روتي وخليتها تطيب على روحها في عقلها. توا كي طاب الروز حطيت حكاية 20 غرام زبدة، ومن بعد رابيت شوية جوز الطيب خاطر باش تفوح لي وتبنن لي الروز على الاخر. من بعد شوفوا لي هيك الروز كيفاه جاء كعيبة يهبل. خذيت زاده كعيبات صمصه سكري سالي ملي حضرناهم في تحضيرات رمضان باش نقليهم ونزين بيهم البلا متاع الروز بالفاكهه. وتوا جاء وقت البريك، خذيت شويه كروفيت مقصوص، قليته في شويه زيت وثوم بالكدا لين طاب، شويه ملح وشويه فلفل اكحل، ونحيته على جنب. في نفس الكاسرونه قصيت بصله جويده، قليتها بالكدا شويه ملح، وحطيت كونتيتي تاع معدنوس، وزدت في الاخر تشيشه فلفل اكحل. وتو باش نتعدى نقلي البريك. بالطبيعه استعملت اوراق البريك اللي عملتهم وحضرتهم في تحضيرات رمضان. بالنسبه للحشو ما حبيتش نحط بطاطا خاطر باش تولي رزينه لكعبه البريك، ونحبها انا خفيفه خاطر رمضان مع برشا ماكله ما نجموش نكملوها. دونك خديت شويه ماكل بصل والمعدنوس، الكروفيت، شويه فرماج وشويه كبار، وما ننساوش بالطبيعه رشه هيك الملح والكمون باش تفوح العظيمه، وحطيتها تتقلى في عقلها وجات ما شاء الله تهب. كملت كعيبتين متاعي وتعدينا اخر حاجه باش نعملوا سلايطه. بالنسبه للسلايطه خديت ميلانج متاع سلطه حاضر، غسلته مليح بالفينيغر واستقطرتها بالكدا. تو باش نخلط السلطه. عندي طماطم، مايس، فقوس، جبن فيتا، وحطيت كميه متاع اناناس، وبطبيعه اختياري اللي ما يحبش يحط الغله ما يحبش. انا بالنسبه لي نموت على الغله في السلطه. نجموا تبدلوا زاده تحطوا في عود الاناناس المانغوا الى الكيوي، وراهو هوني الاناناس ياسر رخيص، هذاك علاش كان انتم غالي برشا مش لازم تنجموا تستغنوا عليه. بالطبيعه مانيش باش نفوحها الكل، باش نخلي بارتي الغدوه ان شاء الله. باش نفوح جوست متاع اليوم، حطيت مقارص وزيت زيتونه، فلفل اكحل وملح، وفي الاخر زينت بكعيبات نوا. شوفوا مزيان هاك سلايطه. يلا توا نزينو الروز. خذيت بلا اوفال باش نفرش فيه هيك الروز هذيك يكون مفروش على كبر الصحن. حطيت الدجاجة بعد ما طيبتها وحمرتها، رشقت كعيبات هذوكم الصمصة سكري سالي في وسط الروز، وزينت بشوية فاكهة. انا عندي شوية لوز وشوية نواع زينت بيه، انتي تنجم تحط اللي تحب واللي تقدر عليه بالطبيعة. وما تنسيوش باش تحمروها شوية في الفور ولا في الاير فراير. وشوفوا لي هاك الطبق مزين ولا ومحلاه. وهذه شربتي كي حضرت خفيفة تهبل وتعمل 66 كيف. وما بقالي كان باش نزين الطاولة. حطيت الصحنات، الكيسان، الخبز المبسس بالطبيعة اللي ما يغيبش في رمضان، الطبيق المزيان متاعي، البريك، السليطة اللي كلها ألوان زاهية، سلطة مشوية، وبالطبيعة ما ننساوش صحين الدقلة اللي باش نشقوا عليه فطرنا. أنا عملتها بالزبدة والشامية
كيما العادة نحبها كينا كيكا كعيبة البوقة باردة. وأهم حاجة بالطبيعة شربة الماء في هيك الكيس النحاس معاهم قطيرات زهر النابل اللي ترد الروح كي تشق عليهم فترة. هذه كانت تبارتنا لليوم، إن شاء الله عجبكم الفيديو واستمتعتوا باللي غسات اللي بارتاجيتها معاكم. نستنى برشا تشجيع من عندكم وسيرتو تفاعلكم كومنتيراتكم ولايكاتكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة سورتو تبارتاجيو الدبارة هذه مع صحباتكم وعائلاتكم. وتوا نقولكم إن شاء الله الشهية طيبة وتصوموا بالصحة والعافية، وإن شاء الله نتلاقاو في دبارات أخرين.